بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وقبل أي حاجة خلينا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن إسماعيل يوسف، اتجانا مساء الجمال. مساء الفل عليك يا هيما. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كله زي الفل الحمد لله. كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. كابتن هاني مساء الجمال. الجمال. مساء الفل، ازيك؟ وحشني. نور الدنيا. ربنا يخليك. يبارك في عمرك حبيبي. كابتن فتح الله مساء الجمال. حبيبي يا هيما. بارك يا ملك الشياك. زي الفل زي الفل. والله العظيم ثلاثة اللي يعرف ما يقولش اللي حصل. والله العظيم منور الدنيا يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا هيما. كله زي الفل. ما احنا ممكن نقول برضه. قول عادي يا الراجل كان جايب لبس القهوه، روح بعت ناس مطعم. كان جاي عامل حسابه على حلقه ثانيه خالص. اخر لحظه خد الجامده بقى، انا جاي مش متعشي فاكر ان في سندوتشات لقيتها وريحي. كان في كذا حاجه. دي صدمتني يا سيد والله. تبقى شاي بس. شاي بس، اخرها شاي. بيقول لي اجيب لك شاي على الهوا. شاي شاي يا كابتن هاني. كنا بنيجي يا كابتن هاني أنا ما ناكل كل اتغديتش حاجه أصلاً. شاي. اجي اشرب شاي. عادي. هو اول لما جيت صدر واحنا بنتفرج على الماتش سوا قال لي هو النهارده مش قهوه؟ قلت له لا النهارده مش قهوه، النهارده المحكمه. قال لي يا ايه ده انت بتتكلم بجد؟ انا النهارده مفيش سندوتشات ما اكلتش. فبدانا نستوعب ان الموضوع بقى ملوش علاقه كمان بالاكل، بدانا نستوعب ان هو له علاقه باللبس. هو اصلا جاي بكاجوال، احنا هنطلع هنعمل ايه؟ الحق اجري بسرعه. ده بالنسبه لك انت، بالنسبه لك كان الاكل اهم. عم حسن يوحشنا. طبعا عندنا تفاصيل كده خلينا نخش فيها على طول. نتكلم على ماتش الزمالك والمصري. كابتن اسماعيل يعني خليني اسالك ايه رايك في الاداء؟ شفت الزمالك ازاي النهارده؟ لا متوسط يعني. الظروف اللي مر بيها النادي والفتره اللي فاتت ديت طبعا انا شايف النتيجه نتيجه معقوله. بالرغم ان كايزر تشيفز كسب زيسكو وقرب 4 نقاط، لكن النهارده نقطه النهارده كويسه، لان برضو الظروف اللي اتحط فيها معتمد ظروف صعبه جدا. يعني جاي بقى له فتره صغيره، وبعدين في كم لعيبه مصاب غير طبيعي. ودي نقطه هرجع لها في الاخر. ماشي. وهو كان بيلعب على حاجه واحده، ان هو ما يتغلبش. ولو تحولات وحصل في كره بزيره او كور ثابته وحصلت في كره سيف، انما يقدر يحافظ، خصوصا الطرفين بتوعه ولاد صغيرين لسه، اذا كان ايش ولا محمد ابراهيم. وده المكسب يمكن الحقيقي في المباراه النهارده. انما اللي جاي يخوف يعني. طيب اللي جاي هنخش يعني كلمتين على الماتش، بعدين نخش في اللي جاي لانه في تفاصيل كتير لازم نتكلم فيها. كابتن هاني، شفت الماتش ازاي من وجهه نظرك؟ الاداء والنتيجه. الاداء زي ما قال طبعا بالنسبه للزمالك وبالنسبه للمصري يعني انا كنت متوقع المصري يكون افضل كمان. يعني بالنسبه لنادي الزمالك بالظروف اللي بيمر بيها الحقيقه معتمد قدم مباراه جيده على مستوى النتيجه. شايف ان النتيجه جيده جدا. الاداء مش مطلوب منه اداء افضل من كده الحقيقه. المعطيات اللي قالها اسماعيل، اللعيبه لسه صغيره بتلاعب المصري فرقه كويسه متصدره الجدول، ماشيين بشكل كويس، فالنتيجه جيده جدا. المباريات اللي جايه اصعب. الاسبوع اللي جاي اعتقد عنده مباراه ثانيه برضو امام المصري، وبعدين عنده مباراه مهمه ثانيه. فالامور صعبه في نادي الزمالك، لكن معتمد انا عارفه معتمد مدرب كويس، مدرب واعد جدا. بصراحه بيجي في ظروف دايما صعبه، في ظروف صعبه وبيحقق نتائج ايجابيه الحقيقه. يعني عمري ما هنساله الماتش بتاعه قدام بيراميدز 3-2 في الكاس. لا معتمد مدرب فاهم، بيذاكر كويس، عينيه كويسه، واحد من ابناء بيحب نادي الزمالك جدا، واحد من ابناء نادي الزمالك الحقيقه. النهارده المباراه الحقيقه خرجت في اطار الامان، في اطار لان اي نتيجه غير كده كانت الحقيقه تبقى مشكله لنادي الزمالك. كابتن سيد، يعني انا بشوف ان نادي الزمالك لازم يجمع نقاط. يعني ترتيب المجموعه بالنسبه لك او ترتيب الماتشات انا شايفه جيد جدا. انت هيبقى عندك ماتشين على ملعبك وماتش بره، فتقدر تجمع منهم سواء مباراه المصري او المباراه الثانيه، تجمع منهم بحيث ان انت تصعد. يعني نادي الزمالك بامانه يعني زي ما اتكلم الكابتن اسماعيل، طبعا الاداء مش احسن حاجه، بس في نفس الوقت ليه اعذار كتيره جدا. تتكلم لعيبه صغيره، عندك اصابات، مدير فني جاي في الظروف برضو صعبه شويه، الفرقه مش مستقره، مفيش تدعيمات، فانت عندك ظروف، انت لازم تاقلم نفسك على الظروف دي، تمشي بيها واحده واحده، مباراه. يعني مباراه النهارده مثلا كره صلاح محسن كانت مهمه جدا للمصري، يعني كانت سهله جدا ضاعت من المصري. فانا بشوف نجاح نادي الزمالك ان هو يتعادل النهارده، ومع الماتشين الجايين ممكن يعمل اداء كويس احسن من كده. طيب هل المصري كان اخطر النهارده في المباراه، ولا الزمالك كان قادر يسير المباراه زي ما هو عايز؟ ممكن المصري جاله فرص والزمالك جاله فرص. المصري فرصه يعني ممكن تكون اخطر شويه. لكن هقول لك حاجه، انا يعني زعلان. هو في الطبيعي الزمالك واسمه في المجموعه دي ان اي ماتش بيلعب لازم يكسب، خصوصا لما يكون تاني فعايز ابقى متصدر. ده الطبيعي بتاع الزمالك. ماشي. لكن المعطيات والظروف والمعطيات بتقول ان احنا يعني تعادل مرضي للاسف. وكزملكاوي بزعل ان بقول كده، يعني ان هو تعادل بالنسبه لنا مرضي.
وحافظنا على مركز مصعدنا لغايه دلوقتي، بس اللي جاي اصعب والماتشات الجايه اصعب، لان لازم يبقى عندك شخصيه، ولازم لو انت عايز تكمل في البطوله دي للادوار الجايه وتكسب وتاخد البطوله، وده الطبيعي عشان اسمك كبير. لا لازم في حاجات كتير تتغير. ظروف صعبه. كابتن معتمد راجل محترم ومدرب كبير، اشتغل في ظروف صعبه، واحد من ولاد النادي اتقال له تعالى ما ترددش. معلش، هو مين من ولاد نادي الزمالك ما اشتغلش في ظروف صعبه؟ معلش بصراحه يعني خلينا نقول ان كل اللي جم من ولاد نادي الزمالك كلهم اشتغلوا في ظروف صعبه، بس معتمد ظروفه يعني اقصد يا كابتن اسماعيل بس ما حدش جات له على طبق من ذهب. يعني قول لي اسم. ايوه ممكن تجي لك في اول موسم بالظبط كده، يعني كله بيجي يحل ازمه، تجي لنا في اول موسم يبقى فيه برضو ان انت تقدر حلول تقدر تشتغل. لا ده غير كمان يا اسماعيل، انت عارف الاجواء اللي حواليها، ولا عندك صفقات، وعندك مشاكل ماديه، ومعنويا كمان مش احسن حاجه انك تطلع بالشكل ده الحقيقه، وتحافظ كمان على يعني فرصك. ده انسب واحد فعلا جه هو معتمد، لانه قريب من الفرقه وعارف نفسه هادي، ما عندوش طموحات. تعالى اشتغل مدرب عام حاضر، تعالى اشتغل مدير فني حاضر. وحتى النهارده يعني انت خلي بالك ان النقطه بحيي فيها ليه بس غير كلمه ما عندوش طموحات، خليها ايه؟ ما عندوش طمع في حاجه، ما عندوش طمع، عنده زهد في ان هو يعمل نادي الزمالك في كل حاجه. يعني هو مدرب اكيد عنده طموح، لكن ان ابقى جاي وبشتغل وانا مؤقت، ده يحيي عليها معتمد، لان انكار ذات كبير جدا، وكل اللعيبه وكل الناس حواليه عارفين ان هو مؤقت. صحيح. وانا وجهه نظري ان هو لا يكمل بقى، يعني يكمل، لان اي حد هيجي هيبقى ليه اعذار. لو جبت اي مدير فني هيبقى ليه اعذار. اولا ما فيش تدعيمات في يناير، ما فيش، القيد مقفول، لعيبه صغيره معظمها، في لعيبه حتى وانت القيد مقفول انت بتبيع ناصر ماهر بتقوي بيه المنافس. دي انا يعني دي بالنسبه لي عايز اسالكم عليها. يعني هل كان مناسبا بالنسبه للزمالك في هذا؟ السؤال ما يتسالش اساسا، ما ينفعش. انا عندي حتى لو القيد مش مقفول، ناصر ماهر لعيب كويس جدا، واحنا محتاجينه مع الثلاثه الاربعه اللي موجودين الكبار اللي هم بيعدوا للفرقه مراحل وممكن تاخد بطولات بيهم. فانا فقدت عنصر اساسي من اللعيبه اللي داخل الملعب. ما انا كنت عايز اكل اخواته. ما هو احنا مش هنقلب اكاديميه. الزمالك مش هيبقى اكاديميه ان هو اللعيب كويس يتباع واللعيب لا الزمالك فريق كبير ويلعب على بطولات، جمهور عظيم موجود، لازم ياخد بطولات السنه دي، وكان في ايديك. يعني حتى لما انا اتناقشت معاك يا ابراهيم على كاس العاصمه، قلنا ان احنا نلعب فول تيم بالناس اللي موجوده، بدلنا احنا ما فيش حاجه والمنتخب كان في افريقيا. ايوه تلعب تاخد بطوله تاهلك لسوبر وتاخد فلوس تخش على كاس مصر وهكذا. ايوه يعني الموضوع ما يبقاش. لكن انت شايف انه يستمر الكابتن معتمد جمال ولا داعي لمدرب اجنبي؟ ما هو انا خايف من المدرب الاجنبي. مش اي مدرب اجنبي هيجي هيبقى فيه مشكله يا ابراهيم، هيبقى فيه مشكله. طيب ان هو حتى لو في حصل اي نتائج سلبيه ليه حجته معاه؟ حجته معاه. بص لك بيضحك ليه؟ لا هي قصه كمان. بتضحك على ايه؟ انت بتبتسم على ايه؟ عشان احنا دايما باصين للموضوع لعيبه ومدربين، الموضوع اداري بحت. اداري بحت. بمعنى فرقه عايزه تاخد بطوله، ده حسب اسم كبير، عندنا جماهير، طبعا ده الطبيعي طبعا. لكن هقول لك حاجه بس في النهايه عكس كلامي ده دلوقتي. فانا بدات السنه بمدرب ما يستحقش يدخل نادي الزمالك، ومشيته. يانيك فريرا ما يستحقش كان يمسك، لا ما يستحقش يعدي من قدام النادي. ماشي، مش يمسك النادي. فالمهم الحاجات دي بتبقى ماشي، ما فيش توفيق فيها. يعني صبرت عليه كتير جدا ومشيته متاخر، ما عنديش مشكله. ماشي. جبت رؤوف اللي كان مساعد بتاعه اخر يومين، مسك فتره. مش رؤوف. جبت كابتن معتمد لغايه النهارده هتمشي معاه بالقطعه. صح، هتمشي معاه بالقطعه. صحيح. كويس وكسب، طب يقعد شويه. ماشي. الماتش جاي، طب يقعد شويه. طب خسر والناس شتمتنا وهاجت علينا شويه، طب هنجيب مدرب اجنبي ونسرب ان احنا هنجيب مدرب اجنبي. الحاجات دي كلها بتعمل عدم استقرار يا جماعه. لعيبه الكوره طب ما يحطوا احنا النهايه، يعني نحط تارجت السيزون ده عايزين نعمل كذا، معتمد مكمل لغايه هاني. هي القصه يعني هي القصه مش اصل مش يوم. هل انت مقتنع ان نادي الزمالك يجي له مدرب اجنبي دلوقتي يا ابراهيم؟ لا طب انا عن نفسي. لا كابتن اسماعيل بس انا هل الوقت يسمح؟ طب ولا فشل. ماديا وكابتن وماديا ولا جايب اللعيبه ولا عنده تدعيمات ولا عنده اي حاجه. ما انت بعت ناصر ليه؟ ما انت بعته عشان ماديا، فهتجيب مدير فني. فيتو كان بيقول نقطه كمان، لسه هيقول لك ايه. لعيب الكوره شايف اللي بيحصل قدامه، فمش هيبقى مقتنع بقى باللي انت عمال بتعمله. لاعب الكوره شايف اللي بيحصل ده. لاعب الكوره عارف ان المدرب ده سيد هيقعد معاه
لاخر السنه ولا مؤقت ويومين وهيمشي؟ هتعامل لعيب معاه كوره ابراهيم ذكي جدا، تعامل ذكي جدا. أيوة. فالتعامل معاه عشان ياخد بطوله ما ينفعش التعامل ده يا باشا. انا بالماتش. معاه سواء اجنبي او ما فيش فلوس اجنبي مصري، اطلع قول قرار ان ده مكمل معايا لاخر الموسم. انت كمان خلي بالك، انت ممكن تشتغل بجزئين. الجزء الاولاني انك تطلع تتكلم ان معتمد موجود معانا، صح. واحنا انتوا كلكم عارفين الظروف، احنا بقى عندنا تارجت بطوله 1-2، وممكن الطموحات جوه اوضه اللبس تختلف تماما. لا احنا قادرين، يعني بيبقى في كده جزئيات ممكن تشتغل عليها، تفاصيل جوه اوضه اللبس الناس كلها عارفاها خلاص، وتفاصيل كمان للناس انت لجماهير نادي الزمالك. فرصه عمرك ان انت تجيب مدرب في خلال ال 40 يوم اللي هو بتاع المنتخب مصر. انت جاي والدوري شغال واحنا في وسط المعمعه، هتقول انا اجيب مدرب اجنبي؟ يا كابتن مش ازاي يا كابتن اسماعيل، مش موضوع يجيب او ما يجيبش، مش مع او ضد، المهم تقولوا حاجه توجد استقرار. ابراهيم انا اوقات انا كاداره ممكن ابقى واخد قرار ان الكابتن هاني هيمشي بكره واطلع النهارده عشان الاوضه وعشان اللعيبه الكابتن هاني مكمل معايا لاخر الموسم، عشان اللعيبه تحترم المدرب، تسمع كلامه، تصدقه. بس الكلام ده كله مش مظبوط. عرفت انت كنت بتبتسم ليه؟ انت بتبتسم الاهم بقى من القصه بقى، الاهم من القصه مين اللي شايف كواليس النادي وظروفه والفلوس والحاجات دي وبيعوا كذا ويجيبوا كذا؟ النادي، الاداره، صح؟ طبعا. الاداره لازم تبقى عندها شجاعه 1% حتى شجاعه. بمعنى يا باشا اطلع انا شايف الظروف صعبه، اطلع اقول للناس ما اضحكش على الناس، اطلع اقول للناس السنه دي ما نوعدش باي حاجه واحنا بنجهز للسنه الجايه وهنطلع ناشئين، هندعم، هنعمل اي حاجه. بس انتوا دايما ما بتواجهوش الناس، بتشوفوا الناس يعني طب بتسيبوا هو الناس. هيستفيد ايه لما يقول حاجه زي كده؟ يعني ايه يستفيد ايه؟ هيستفيد ايه لما يطلع يقول للناس ما تستنوش بطوله؟ هيقول لك يا عم انت بتهمد أيوة الناس يا إبراهيم. افرض انا كسبت بطوله انت جايب. هو لو كسبوا بطوله هتلاقي بدل الرد مليون رد. هو لو كسبوا بطوله الناس هتزعل، مش هنزعل. هو دايما ليه الناس بتزعل من الواقعيه؟ يعني دايما احنا عندنا كلنا لما بتتكلم على حاجه واقعيه وحاجه متشافه، ايه يا عم انت بتهد؟ حتى على مستوى النادي الاهلي في وقت من الاوقات لا عندنا اخطاء وعندنا لما الناس بتتكلم في الجزء ده لا يعني احنا الحقيقه كلنا بنتكلم في منطقه ان انت في مناطق كده ما تنفعش تتكلم عليها. هو معقوله مجلس اداره يطلع يقول يا جماعه بناء على الظروف اللي احنا بنمر بيها احنا التارجت بتاعنا السنه دي كذا؟ ده حاجه تحسب له، لكن لا يحسب له ان الموضوع ساكت. طب انتوا بتعملوا ايه؟ ما نعرفش. طب التارجت بتاعكم ايه؟ لا لما نشوف. طب مدير طب نكسب بطوله؟ يا ريت، ده احنا نادي الزمالك ونكسب بطوله، تمام. ما انت ما تمشيش طول العمر باسم نادي الزمالك، اسم كبير وفي اصعب الظروف بيكسب بطولات، لكن الرؤيه دلوقتي انا شايفها ضبابيه جدا جدا على مستوى الاداره الفنيه. معتمد ما يعرفش هيكمل مش هيكمل، هيقعد مش هيقعد. على مستوى الصفقات هنجيب مش هنجيب. انت تشوف ايه يا كابتن هاني؟ انه يكمل؟ انا رايي يقعد يكمل. انا من رايي ان معتمد يكمل. واحد يعني اشتغل كذا مره في النادي، عارف اجواء النادي. هتجيب مدرب جديد هيقول لك ده انا اتصدمت باللي انا ده قالوا لي كذا كذا واتصدمت. انا بتكلم فيها هيبقى صدمه. لا ده انا اتصدمت. ده انا عندي مشاكل مستحقات لعيبه. خلاص مدرب. انت كان عندك انت عارف انت فوتت كام مدرب؟ انت عارف فوتت كام فرصه؟ انت مفوت كان عندك 50 يوم. ايوه ده غير بطوله الامم، قبليها كمان بطوله التوقف اللي قبليها بتاع كاس العرب، قبليها كان في ايه؟ ايوه ليه بقى؟ عشان انت مش مخطط لحاجه. أيوة. انت ماشي حسب اللي هيحصل ايه بالظبط. طيب كابتن سيد عايز اسمعك. يعني هي النقطة برضو أنا نقطة إن مجلس الإدارة يطلع يوضح. هو مجلس الإدارة بس هيبقى مشكلته حاجة واحدة، إن هو إدى وعود كتير قبل ما يجي، فده هيبقى ضد عكس الكلام اللي هم قالوه، هيبقى ضد الوعود اللي عملها. بيبقى احسن من يعني هي المشاكل كلها بدأت من إمتى يا فتح الله؟ من قبل ما يجي المجلس ده قال أنا عندي الحلول. هو ما حلش، هو بالعكس هو زود المشاكل. النقطة الثانية لما بتكلم على مدير فني أجنبي، هو أصلا ما فيش منطق إن أنا هجيب مدير فني أجنبي وببيع واحد من اهم اللعيبه عندي عشان الفلوس، عشان اقدر ادي جزء من المستحقات. فهجيب اصلا هجيب مدير فني اديله فلوس كمان شهريا، هيبقى العقد اللي انا بعت بيه ناصر بديله مدير فني واللعيبه مش هتاخد اي حاجه. فدي مشكله ثانيه. فانا بشوف مشاكل نادي الزمالك كلها اداريه. والنقطه الثانيه والمهمه، انت عامل تفويض لمدير رياضي هو اللي بيتحكم في كل حاجه بامانه. هو الراجل بس لو عايزين نتكلم هو المسؤول الاول. مش موجوده في العالم. انا مع وبالغير ابراهيم قلت لك في البرنامج مع التجربه انك تجيب مدير رياضي جون او غيره. جون ماشي يكمل، بس التجربه دي انا بجيب حد تحت مجلس الاداره. انا في الاخر انا اللي بتدخل وقت ما احب اتدخل. بينفذ. احنا لغايه دلوقتي انا بحاسب مدير رياضي. ايوه لغايه دلوقتي احنا جايبينه ومش فاهمين اساسا يعني ايه مدير رياضي. المدير الرياضي بالجوب سكريبت الحقيقي للمدير الرياضي. احنا عندنا حتى لو اتكلمت سواء على النادي الاهلي محمد يوسف، هل
محمد يوسف عنده صلاحيات المدير لا. الرياضي؟ لا هي دي النقطه، انت عندك مدير رياضي هو ممكن صلاحياته؟ يكون عنده هاني بس من خلال مجلس الاداره. ده اصل هو ما ده طبيعي. في رؤية خلي بالك هم ومنفذها. ثلاث حلقات. مجلس الاداره متمثله في رئيس النادي، بتتكلم على سبورت دايركتور المدير الرياضي، بتتكلم على مدير فني بيلعب فريق. بس هي تجربه الزمالك مش موجوده، يعني مش موجوده في حته. لا يعني خالص. تجربه الزمالك مش يعني طب خلاص ملهاش أنا مرجعيه. عندي يعني حاجه بسيطه. آه. انا هعمل تقدر تجربه. تقول عليها اسمها ايه؟ تجربه جديده طب من نوعها. هعمل تجربه جديده. اه تجربه جديده يعني فيها ريسك، فيها نسبه ريسك. بس حتى لو 1% فيها ريسك صح؟ لازم انا ابقى مجلس اداره ابقى مسيطر، وانا اللي اتدخل وقت ما يلزم ان انا اتدخل. ما ارميش كل المسؤوليه عشان لما يحصل فشل وان شاء الله ما يحصلش اقول ده المدير ده هو المسؤول، انا ماليش دعوه، انا أنت عارف- بعيد. أنت مش عارف- هسمع كده، عارف لحد دايما المجلس هو المسؤول. انت عارف ان طبعاً. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الزمالك منافس على كل البطولات اللي موجود طبعاً. فيها. وممكن ابراهيم يلحق نفسه بس مش بكده، طيب. مش بالشكل ده. هنا بقى في الجزئيه دي، عشان انا برضو دي بالنسبه لي اشكاليه، انا ما اشتريتهاش. قول لي. وخليني قول لي. اختلف معاك. قول لي. هل انا ينفع ابقى كنادي زمالك بنافس على كل البطولات، اطلع انا كمجلس اداره اقول للناس ثانيه واحده يا جماعه احنا ما نوعدكوش باي حاجه، ما نوعدكوش باي بطوله؟ طب هو انا ينفع عدى ابقى الوقت ده طب ماشي. صح؟ طب زي ماشي. زي وقت المدير الفني. آه. عدى ما ينفعش. ما ينفعش اقول كده. طب انا ينفع لا. طب انا طبعا ما ينفعش. سؤال يبقى- حلو، سؤال وجيه. آه. طب انا هقول لك الكلام ده سؤال من تاني. البداية. طب اقول لك مش سؤال من وترد دلوقتي. عليا. أول الموسم. انا نفسي الزمالك يبقى احسن حاجه وياخد السنه دي 5 بطولات. انا أكيد عارف يعني. وعارف ده أكيد مشاعرك يعني. وعارف ان ده طب تفكير. السؤال ده حلو. طب هسألك سؤال تاني. ينفع انا اكون مجلس اداره وبنافس على كل البطولات وابيع ناصر وهو لعيب مهم في الفرقه؟ قلنا لا. ان اللعيبه عايز اجابه مني؟ لا ان اللعيبه تفسخ لا، مش عادي منطقي. بسهوله. لا، مش منطقي. ان مش يا منطقي. اسماعيل اللعيبه تفسخ لعيبه مهمه. انا السؤال تفسخ عادها أنا تمشي السؤال، انت بسهوله. بعت ناصر ماهر ليه؟ عشان ايه؟ بعته عشان ايه؟ عشان حل ازمه فلوس. لا، ما هي طب الفلوس ما اللي انت جايه من ناصر ما انت هتجيب مدير، عايز تجيب مدير فني. مش هتجيب لك، مش هتحل الازمه. مش هتحل حاجه. مش هتعمل لك حاجه. خلي لك يومين. مش هتعمل لك الازمه اللي اي هيحلها حاجه. 50 مليون. ايه الازمه؟ قول لي كده. لا، انت اقل مدرب دلوقتي يبقى هياخد سيب- مليون دولار في السنه. طيب يبقى ابيع واحد مهم في الفرقه ولا ابيع حد مثلا من الاجانب اللي هو مثلا شيكو بنزي ده ابراهيم لعيب انا ما عندوش مسؤوليه. ما هو مش لاعب هيجيب لك أندية برضه كبيرة. يا فتحي. بشوف حتى يبقى اللي ببيعه بتضحك عليا، مش بتضحك هينفعني عليا. قوي. بتضحك عليا. لا ده شيكو مش تاني. شيكو بنزا في مخيلتي على طول اللي هو الفيديوهات مش الكوره، اللي هي ايه؟ اللي هو اللي هي شيكو بنزا. بس ايه؟ الاغنيه اللي هو بيرقص عليها دي. لا حاجه صعبه. بس شيكو ده الانجوري صح؟ التاني لا، انا عايز افهم شيكو بنزا، هل هو لعيب جامد ولا هو لعيب على قده ولا هو لعيب ينفع في نادي الزمالك ولا انا برضه رايي الشخصي لعيب ما عندوش مسؤوليه انديه كبيره انه يلعب ملعبش في انديه كبيره. هو لعيب بيلعب في منتخب بلده. يعني بس لعيب مش كويس. اكتر من كده. لعيب كويس، لكن هو الاتيتيود بتاعه مش نادي الزمالك. لا كل مش نادي قراراته مش الزمالك. موجوده. لا يعني انا والله قعدت كل مباراه يا سيد بتفرج عليها كويس. بالنسبه لي هو انت بتفرج عليها كويس يعني. اسماعيل مفيش، هو ما عندوش مسؤوليه فعلا زي ما قال ما فرحان فيش. خالص يعني. مش دريان احنا الباصه دي لازم هو مش تبقى فارق. امتى حاسس إن والشيك- مش فارق معاه. شيكابالا قال لك احنا محتاجين ناخد منه الدي جي. لا صعب جدا. لعيب هو مش كشخص- عارف يباصي امتى كشخص يا كابتن ويفنش إسماعيل. امتى إيه؟ هو كشخص كشخص كويس. طيب عايز اتنقل طيب لجزئيه ثانيه بعد الفاصل. طيب روح فاصل يا باشا وبعدين نرجع نكمل. يلا اتفضل.